السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جاي لكم بقى النهارده بفيديو الفرش، واللهم لك الحمد والشكر يا رب. تمت وبحمد الله وفرشنا، وكل عيد وانتوا طيبين يا رب. ربنا يجعله عيد سعيد عليكم جميعا، ويصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب. ويا رب دايما البيوت دايما تبقى عمرانة بالخير والهنا والسعادة يا رب. هنا بقى احنا بص يعني ابتدينا بقى ايه بالفيديو اللي فات. انا جبت لكم كده في الاول لان ده كان من ضمن الايه يعني ايه التشطيبات والتوضيبات بتاعه العيد وكده والتنظيفات بتاعته. تمام. فكنت بديكوا نبذه بس عنه كده اللي فات ده كله. وبعدين ده ايه كنت دخلت على المطبخ بقى، ده اللي ما كانش لسه اتعمل. دعكنا بقى السيراميك كله ونضفناه وغسلنا الشفاط. وبعد كده بقى لمعنا المطبخ كامل. وبعد كده بقى ايه دخلنا بقى على البوتاجاز، نضفناه وخليناه زي الفل. وبعد كده خلاص بقى خلصت المرحلة ديت، ووقفت بقى شوية. قلت على ما احضر الفطار، كل سنة وانتم طيبين، طبعا كلنا صايمين عشان وقفة عرفات. وبعد كده ايه قلت هخلص الغدا وابتدي ايه اكمل في فرش الشقة بقى كله. خلصت الغدا كامل بقى الحمد لله وكده وفطرنا. وبعد كده بقى قلت ايه ابتدي بقى استعين بالشقة على الشقة بالله كده وايه، ونبتدي بقى ان ايه ننضف الصالة. كنت خلصت اوضة الاطفال وزي ما شفتوها كده في الاول. والحمد لله. فقلت بقى ايه فاضل الصالة اخلصها عشان ايه يبقى كده خلاص الحمد لله. واوضه النوم برضو كنت عملتها. تمام. فعشان ما اطولش بس عليكم الفيديو، انا يعني ايه قلت اعمل معاكم كده الصاله. واحنا بندردش كده مع بعض. وبرضو يعني ايه كان نفس القصه برضو في اوضه الاطفال واوضه النوم. جيت هنا بقى انا في الصاله هنا قلت ايه، يعني الاول طبعا غسلنا الشبابيك وكده والحيطان. وبعد كده ايه وجريت بقى طبعا الركنه كلها ونضفت حواليها وكده. وبعد كده رجعتها مكانها تاني. بعد كده بقى ابتديت ايه افرش زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا بحب ان انا افرش على الركنه يعني طقم كده زي ما انتوا شايفينه. بصراحه يعني بيديها شكل حلو يعني. فقلت بقى ايه ابتدي انفض كده الركنه وايه وافرشها واحده واحده كده معاكم. وايه بقى ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصلكم مني كل جديد، وكل ما انزل فيديو يجيلكم بيه اشعار. وبرضو ما تنسونيش في لايك جميل كده وشير وكومنت منكم تقولي لي رأيكم في الفيديو وايه رأيكم برضو في الروتين بتاعنا النهارده. كده بقى انا خلصت الناحيه دي في الركنه زي ما انتوا شايفين كده. وجيت ايه رحت على الناحيه التانية كده برضو نفضتها كويس. وابتديت ان انا افرشها واحط ايه التونيات الصغننه اللي انتوا شايفينها ديت. بس زي ما انتوا شايفين كده ابتدي احط المناديل الصغننه اللي هي في الظهر دي. والله انا عايزه اقول لكم بتدي شكل الركن او الانتريه يعني شكل جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. اهو ابتديت بقى افرش اللي هنا على الايدين من الناحيتين. وايه وكنت بقى كمان فرشت الكرسي اللي هو باين طرفه ده هتشوفوه بعد كده في الفيديو. وفرشت برضو الكرسي اللي في الناحيه التانية. اهو زي ما انتوا شايفين كده. لو احط المناديل الصغننه ديت اللي هي على الظهر علشان خاطر برضو هي بتدي لها شكل جميل وبرضو بتحمي وبتنضف الركن خالص بصراحه. خلصت انا بقى كده الفرش بتاع الركنه والكراسي. وابتديت بقى اروح على الترابيزه بتاعت الشاشه. بسم الله ما شاء الله يعني ما خدتش مني وقت. شلت بقى كل اللي عليها كله طبعا. كان كل اللي عليها ده كل حاجه متركنه بقى بعد ما روقت الصاله كلها. والمفرش دوت يعني عايزه اقول لكم المفرش دوت جديد بتاع العيد الصغنن. بس في مفرش تاني جديد بس انا مش فاكره انا حاطاه فين. فان شاء الله لا هلاقيه وهحطه باذن الله يعني. بس انا قلت احط ده استثناء دلوقتي لحد ايه ما الاقي التاني. والمفارش الصغننه اللي انا كنت بوريها لكم ديت اللي من التريكو ديت انا اللي عاملاها. برضو يعني هيبقى يعني هعمل لكم حلقه كده. وانا بعمل المفارش الجميله الصغننه دي يعني هوياها. انا عندي غايه ان انا اشتغل التريكو.
فان شاء الله باذن الله برضو هعمل لكم فيديو عن يعني وانا بعمل المفارش الجميله دي. جيت هنا بقى انا ابتديت شلت بقى كل اللي على ترابيزه الشاشه دي، طبعا انا منضفه تحتيه وشايلاها وكله، ورجعتها مكانها ونضفتها من جوه برضو. وبعد كده بقى ايه، بصوا اهو ابتديت ارجع تاني المفرش بعد ما نفضته كويس ونضفتها ولمعتها. هحطه بقى وابتدي ايه ارص عليه الحاجه. اصلا انا يعني انا حاطه حاجات، بس انا حاسه ان الحاجه اللي انا حطاها كتيره جدا. انا بحب ايه يعني المكان يكون عليه حاجه سيمبل وهاديه كده. فشوفوا كده لو فعلا ترابيزه الشاشه عليها حاجات كتير مقفوره فقولوا لي في الكومنتات. بصوا بقى انا جبت اللي هو الشمع اللي هو التلاتة ده. انا عايزه اقول لكم تحفه جدا، يعني انا بعشق اصلا الحاجات دي. فجبته بقى مسحته كده كويس وحطيتهم التلاتة جنب بعض. تمام. وجبت بقى الدراع دوت بتاع زوجي، ربنا يحفظه ويحميه يا رب لينا ويبارك فيه ويبارك في صحته يا رب. ده احنا عاملينهوله فاهداه. فحطيته بقى كده زي ما انتوا شايفين، واستغليت طبعا ان هو من جوه كده احط الريموتات فيه من جنب كده مش باين. وبعد كده جيت مسحت المصاحف بقى زي ما انتوا شايفين كده وحطيتها من الناحيه التانية. تمام. وحطيت علبه المناديل في النص. يعني مش عارفه ممكن تكون يعني كتير ولا لا. لو الموضوع زايد قوي بقولوا لي برده في الكومنتات. وحطيت المفارش الصغيره اللي انا وريتها لكم دي في الرفين اللي تحت، ولما هصور في الاخر هيتوضح وهتشوفوها اكتر. تمام. هنا بقى ابتديت ايه امسح الارضيه، المعها بقى كده تاني. انا كنت مسحاها بس قلت ايه يعني هروح احط بقى معطر. عايزه اقول لكم معطر فريده تحفه يا جماعه. رحت حاطه بقى في الارض منه وابتديت ألمع. اخر تلميعه دي بتخلي المكان ريحته تحفه بصراحه. خلاص كده لمعتها بقى خالص اخر تلميعه. وبعد كده ابتديت ايه افرش السجاده. هفرشها بقى وهوريكم الشكل بتاعها النهائي، وقولوا لي رايكم برضو في الكومنتات. بصوا بقى كده الحمد لله ولله الحمد احنا وصلنا لمرحله المعطر. خلصت فرش الشقه. قولوا لي بقى رايكم في الفرش، ولو في اي تعليقات او تغيير برضو عرفوني. وبصوا انا يعني كنت جايبه حافظه كده صغيره حطيتها. قولوا لي رايكم بقى اخلي الحافظه ولا اشيلها واسيب السجاده زي ما هي. تمام. انا كده الحمد لله خلصت الشقه على خير، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب تتهنوا، ويا ربنا يملى بيتكم كلها خير وسعاده وفرح يا رب. اسيبكم بقى في رعايه الله واجيلكم بفيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى متابعين في الدنيا.